السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ بفكركم ان دي السيشن 7 اللي بنتكلم فيها عن كورس التجارة الإلكترونية. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب تحت على التشانلز وتشوفوا الحلقات اللي فاتت علشان هي مهمة وموصلة جدا جدا ببعض. وما تنسوش تعملوا سيرش على الانستجرام بتراي ويز فهيم علشان كلنا ندخل الجروب بتاعنا ونشتغل عليه بإذن الله ان احنا نتابع التاسك بتاعتنا بشكل أساسي. من ضمن بقى الحاجات المهمه جدا اللي احنا عايزين نتكلم معاها قبل ما نيجي نخش على البرودكت وقبل ما نتكلم على الحته الماركتنج، ازاي نتعامل مع المورد بتاعنا في ان احنا نسوق لنفسنا. التعامل مع المورد ده شيء مهم جدا جدا جدا، ولما تبقى عارف السلسله بتاعه التوريدات ده شيء اصلا هيوفر عليك، وتقريبا نقدر نقول ان هو ممكن نسبه كبيره جدا من نجاحك تكاد تكون 50% من اللي انت محتاج تشتغل عليه او محتاج انك تفهم. اولا عشان نبدا نتكلم في الموضوع ده ونتكلم عن المنتج والمورد، خلينا نقول ان فكره المورد والمنتج انك تزود مكسبك باقل مجهود وبأقل سلسله من التوريدات. فهنا اول حاجه لازم تحدد هدفك الاساسي ايه. يعني هدفك الاساسي دايما ان احنا محتاجين نجيب ايه؟ محتاج تجيب اقل سعر من المورد. انت دايما محتاج تشتغل على الموضوع ده ومحتاج تبيع باعلى سعر. يبقى هنا لما نحط الهدف بتاعنا بشكل اساسي ان انت محتاج اقل سعر وتبيع باعلى سعر للعميل، كده انت عملت سلسله توريدات كويس. يعني تشتري رخيص وتبيع بغالي، وده نقدر نقول عليه سر او اهم سر من التجاره الالكترونيه. كل ما كنت شاطر كل ما عرفت تجيب باقل سعر للمورد وتبيع باعلى سعر. هل ده معناه ان انا لازم اجيب جمله؟ لا، مش شرط انك تجيب جمله او كميات كبيره، لان مثلا مش شرط انك تجيب كونتينر كبيره ولا اي حاجه. انت ممكن تجيب على فكره من مورد، ممكن تجيب مثلا قطاعي بسعر يكون فيه غيرك مثلا بيجيب القطعه الجمله مثلا واقفه عليه ب 100، وانت شاطر وبتجيبها قطاعي مثلا بتجيبها ب 200، ولكن انت قادر تحط فاليو او قيمه على المنتج وبعته اكتر وبقى مكسبك مثلا مكسبك 200، والتاني اللي هو بيجيبها ب 100 هو مكسبه 100 واحده، انت بس بعتها ب 400 فكسبت 200، واللي اشتراها ب 100 بيبيعها ب 200 وهو ما جابش المكسب بتاعك. ودي هتلاقوها في السيشنز اللي احنا اتكلمنا فيها عن التسعير، هتلاقوها موجوده على اليوتيوب باذن الله. من ضمن الحاجه الثانيه اللي محتاجين نعرفها هي المصطلحات اللي مكتوبه دي: جمله ونصف جمله وقطاعي وجمله اونلاين. الجمله دي يعني انت تشتري كميه كبيره من المورد او المصنع، وده عاده بيكون ارخص سعر، مش عاده تقريبا يعني بنسبه كبيره ده بيكون ارخص سعر. النصف جمله هنا بنتكلم على كميه اقل من الجمله وسعرها بيكون اعلى شويه من الجمله، لان انت تقدر تقول ان انت بتجيب نص جمله، فمثلا لو الجمله بتبتدي من 5 دست انت هنا او 6 دست انت هنا بتتكلم في 3 دست، فالنص جمله بيكون سعرها اقل ولكن هي في الهرم بعد على طول الجمله اللي بتبقى موجوده. بعد كده هنا عندنا القطاعي ده بنقدر نقول عليه انك بتشتري او بتبيع قطعه واحده او عدد قليل جدا من القطع، ولكن عاده بتشتريها انت يا اما من العميل النهائي، يعني يا اما مثلا من المورد النهائي في سلسله التوريدات اللي احنا كنا بنتكلم عنها، يا اما بتشتري مثلا من بيج اونلاين او حد مثلا بيعملها هاند ميد وبتبدا تاخد ان انت تشتغل عليه. بعد كده هنا عندنا الجمله الاونلاين. الجمله الاونلاين هي نفس فكره الجمله اللي بتبقى موجوده فوق، لكن مع توسع سوق الاونلاين ظهرت حاجه زي جمله اونلاين كده بتبقى موجوده، بتتباع عاده في جروبات التليجرام وتفاصيل زي كده، بيكون ليها شروط مختلفه شويه عن الجمله. ممكن تبدا مثلا ان الجمله دي عباره عن 12 دسته مثلا مشكلين، يعني هي جمله مثلا لكن هي جمله جمله مشكله، عاده بتكون مشكله مقاسات او مشكله الوان او كمان مشكله منتجات. يعني مثلا بتلاقي حد يقول لك انا ببيع جمله العاب. ايه جمله الالعاب دي؟ ان انت مثلا بتشتري مني 25 لعبه مختلفين بسعر الجمله، وساعتها دي بتبقى جمله اونلاين طبعا مختلفه عن الانواع اللي بتبقى موجوده فوق. فدي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها وانت شغال عليها باذن الله. معلومه بقى او ملحوظه مهمه لازم تكون عارفها في حته الجمله الاونلاين دي، لما احنا قلنا عليها ان الدسته مش دايما 12. يعني الدسته مش دايما 12 لما الحاجه ابتدت تغلى، يعني لما الاسعار ابتدت تغلى في الشغل المنتجات والحاجات اللي زي كده، في بعض الناس او الموردين ما بقوش يغلي سعر المنتج. يعني سعر الدسته مثلا الدسته ب 100 جنيه ما بقاش بيغليها لك، بس بيخليها لك ب 100 جنيه زي ما هي، ولكن بدل ما هي 12 بقى بيخليها لك ب 11 قطعه مثلا او 10 قطع وبنفس السعر اللي هي ايه ال 12. طبعا دي بتكون اهدى وارق شويه على الزبون، وفي نفس الوقت ان انت يقلل لك العدد او الكميه اللي موجوده. يمكن الموضوع ده موجود كتير جدا في ازايز البيبس او ازايز الزيت او الرز او الحاجات اللي ليها تغليف. مثلا انت ممكن تروح تشتري الكيلو الرز ب 30 جنيه، بس الكيلو مش 100 جرام، الكيلو 900 جرام بنفس ال 30 جنيه. فهنا طبعا ده مع غلو الحاجه فبتبقى موجوده. فانت لازم تبقى عارف ان مش شرط ان الدسته يبقى 12 قطعه، في منتجات دستتها بتتباع 10 او 11 او 6. فانت هنا لازم تسال والله هي دسته المنتج دي قد ايه، لان برضو دي حاجه من الغلطات اللي الناس بتبقى متخيله ان دسته 12 قطعه، ولكن لما بتروح تشتري بتلاقي الموضوع مختلف. فدايما لازم تسال المورد دسته عندك بكام وبتتكون من كام قطعه وتعرف التفاصيل بالظبط. الحاجه اللي بعد كده ان احنا نعرفها هي سلاسل التوريد. سلاسل التوريد تقدر نقول عليها ان دي السلسله او الرحله اللي بيمشيها المنتج بتاعك من اول المصنع لحد ما يوصل للعميل. يعني ايه من اول المصنع لحد ما يوصل للعميل؟ يعني مثلا احنا عندنا الجزمه دي
في مصنع صنعها وبعدين المصنع وداها لتاجر جمله اول. التاجر جمله اول ده مثلا خد كل الكميه بتاعه المصنع، بعدين بعتها لتاجر جمله تاني، مثلا بعتها لشخص تاجر جمله مثلا اكس، التاجر ده خد منه نص الكميه، وبعدين بعتها لتاجر اكس تالت مثلا خد منه ربع الكميه علشان هو بيشتغلش في كميات كبيره، وبعدين دخلها مثلا حد متخصص في ان هو بيشتغل في مثلا الشوزات الرجالي، وبعدين راحت لصاحب المحل، وبعدين انت اشتريت من المحل. دي كل اللي احنا حكيناه ده هو ده سلسله التوريد بتاعتي. طبعا كل ما سلسله التوريد بتطول كل ما السعر يزيد، وكل واحد في السلسله بياخد الربح بتاعه. طبعا سلسله الاسعار بسبب سلسله التوريد دي بتكون مختلفه، فكل وسيط او تاجر تقريبا في النص بيزود هامش الربح بتاعه، فالسعر النهائي هو اللي بيوصل للعميل. طبعا انت لسه هتشتري انت بقى، فخلاصه الكلام ده ايه؟ انك لو قدرت تشتري من اقرب نقطه للمورد الرئيسي كل ما هتقدر ان انت توصل لافضل سعر ممكن. فشطارتك فين؟ شطارتك انك تعرف تدور على ارخص مورد او تشتري من المصنع بشكل مباشر. المصانع دلوقتي بقت موجوده وسهل ان انت توصل لها، وسهل كمان توصل لجروبات التليجرام، فان انت توصل لده شيء ما بقاش مستحيل وما بقاش صعب. ومش شرط ان احنا نفكر، يعني هي خطوه حلوه ان احنا نستورد وبتاع، بس مش شرط ان احنا نفكر بالشكل ده، ممكن ناخد خطوات تانية ايجابيه. بعد كده هنا عندنا حاجه مهمه، تقدر ان انت تروح الاسواق المحليه اللي موجوده وتقدر انك تشتغل عليها. الاسواق المحليه دي مثلا انت لو نزلت العتبه، نزلت حاره اليهود، نزلت اي حاجه من الاسواق اللي بتبقى موجوده عادي عشان تشتغل عليها. ساعات بقى بتلاقي مثلا ان في ناس بتقول لك ان المنتج ده من المصنع المستهلك، بس في الحقيقه ان هو لا، ان في وسطاء كتيره جدا في النص، فما تصدقش فكره ان اي جمله بيتكتب عليها ان ده من المصنع للمستهلك او ان هم المصنعين او الحاجات اللي زي كده. لازم تتاكد من نفسك من المورد الحقيقي وتعرف وتتواصل معاه، ولو قدرت تروح كمان لمكانه علشان تشوف بنفسك وتتاكد فهيبقى خير وبركه. ولازم تكون المنتج اللي انت بتختاره لازم تكون رائج وفاهم المنتج بتاعه ده شكله كويس ازاي. ده كده شطارتنا في ان احنا نزود المكسب بتاعنا. ازاي بقى نختار منتج ونكون فاهمه ونكون حابه؟ اول حاجه لازم يكون المنتج رائج. رائج يعني الناس عايزه تشتريه، مش منتج مثلا ملوش اي قيمه. وهنا رائج بتتحدد بحاجات كتيره جدا هنتكلم عنها، ولكن بشكل سريع كده علشان المحاضره تبقى مفيده. ان رائج هنا معناها ان دي حاجه ترند، يبقى لكم هنا ايه، حاجه ترند او الناس مش هتبطل تشتريها. زي مثلا ترند زي مثلا عروسه جديده، ده ترند، ده انت لو اشتغلت عليها تقدر ان انت تتبعها. حاجه الناس تشتريها زي مثلا الهدوم او الاكل، المنتجات اللي شبه كده، ده هنا منتج رائج، منتج يبقى موجود ان احنا نقدر نشتغل عليه ونبيعه. الحاجه الثانيه بقى انك تكون فاهم فيه وحبه. فاهم فيه وحبه لان انت حبك ليه ده هيساعدك انك توصل لنتائج افضل في المحتوى عن المنافسين، وهتبقى عارف انت مميز في ايه، وهتبقى اصلا انت من ضمن الجمهور اللي بيشتري المنتج ده، فهتبقى عارف ممكن الناس تشتريه منك. علشان بقى توصل للموضوع ده انا عايزك تعمل جدول شبه اللي قصادك ده. طب الجدول ده هيبقى موجود فيه، هيبقى موجود فيه اسم المنتج، موجود فيه سعر الشراء من المورد، سعر البيع اللي انت هتبيع بيه، التكلفه الكليه. التكلفه الكليه زي ما احنا اتكلمنا عنها في المحاضرات الاولى، فكره التكلفه زي الشحن والتغليف والحاجات اللي الى اخره، وتبدا تشوف المكسبك بتاعك هيبقى عامل ازاي، وفي الاخر تكتب هنا المنتجات الموسميه اللي انت هتشتغل عليها. زي مثلا فكره ان انت هتشتغل على الصباره مثلا، او هتشتغل على العروسه دي، او هتشتغل على حاجه، فالطريقه اللي انت هتشتغل عليها في المنتجات الموسميه بتبدا تحطها في خانه لوحدها. علشان المنتج الموسمي للاسف انت ممكن تشتريه مثلا، المنتج ده اول ما يطلع تلاقيه مثلا متكلف 1000 جنيه، تشتريه انت ب 900 وتبقى متخيل انت هتكسب 100، او تشتريه ب 500 وتبقى متخيل انت هتكسب 500، وتبدا تشتغل على الطريقه دي وتتاخر في اتخاذ القرار او في البيع او في الاعلانات او في التصوير او في الاجراءات اللي بتبقى موجوده، وتلاقي فجاه ان خلاص المنتج اتضرب، مورد اشترى منه كميه كبيره مثلا متقلده، وخلاص بقت الناس بتشتريه ب 100، وساعتها تبقى انت خسرت فلوسك وراحت فلوسك يا صابر زي ما بيتقال. الحاجه الثانيه المنتجات الموسميه برضو المهمه، ان زي مثلا الملابس بتاعه العيد او ادوات المدرسه، لازم تحط المواسم دي في الخطه بتاعتك التسويقيه، وتكون مجهز نفسك قبل الموسم بوقت كافي ان انت تشتغل على الموضوع ده. ازاي بقى تحط فكره المواسم في خطتك التسويقيه؟ اول حاجه لازم تبقى عارف المواسم والترندات. يعني مثلا عارف ان احنا والله دلوقتي في شهر 4، خلاص احنا كلها كام شهر والصيف هيدخل، فلازم تكون مجهز الصيف بتاعك. عارف مثلا والله ان فاضل شهرين، احنا في رمضان، فاضل شهرين وهيبقى رمضان، وبعد رمضان في العيد، فلازم تكون مجهز بالموسم بتاعك. فلازم تبقى عارف الترندات والاوقات اللي الناس بتشتري منها المنتجات بتاعتك. علشان كده كنت فوق قلت فكره ان انت تكون فاهم وحابب المنتج. انت مثلا لو بتحب تشتري هدوم، بتحب تشتري ملابس مثلا، ده معناه ان انت عارف امتى الناس بتنزل الكوليكشن الصيفي، امتى الناس بتنزل الشتوي، امتى الناس بتنزل الحاجات الخريفي، امتى ترند معين بيطلع، فانت بتقدر ان انت تتابعه. ايه الطقم المعين اللي بيبقى موجود، عارف ايه الميرور مش الميرور، عارف كل التفاصيل اللي ليها علاقه بالمجال اللي موجود ده. فدي مثلا حاجه من الحاجات اللي تبقى موجوده. وقبلها بقى بتبدا تعمل نقطه مهمه جدا، ان انت تبدا تفكر في شكل العروض او الخصومات بتاعتك هيبقى ازاي. فمثلا انت عندك منتج، انت عارف ان مثلا المنتج ده في خلال شهرين هبيعه ب 50 جنيه، علشان بعد الشهرين مثلا هبقى انا هكون دخلت في العيد فهبيعه ب 25، فيبقى عليه خصم 25%. فده علشان يبقى موجود لازم تبقى انت محدده من قبلها، وعارف المواسم اللي انت لازم لما تيجي تعمل عليها خصم علشان تشجع الشخص ان هو يشتري.
نشتري. من ضمن الحاجات اللي لازم نبص عليها قبل ما نيجي للحوار ده، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا، انك تبص على الريفيوهات بتاعه المنتج، تبدا تشوف هي الناس بتقول ايه عن المنتج ده. واتكلمنا عن الموضوع ده في السيشن اللي فاتت اللي ليه علاقه بالبحث الكمي والبحث النوعي. شويه بقى نصايح كده مهمه لازم نعرفها قبل ما نتكلم ان احنا نحصل على المنتج منين. خلونا كده نكتبها مع بعض علشان هي مهمه جدا جدا. اول حاجه بص على الريفيوهات. بص على الريفيوهات دي معناها ان انت تبص على كل الريفيوز بتاعه البرودكت ده والناس بتقول عنها ايه وبتشتري ايه ومبسوطه منها ولا لا. الحاجه الثانيه استخدم السوشيال ميديا، اعمل سوشيال ميديا قويه جدا، وهنتعلم ده في المستقبل يعني ما تقلقوش، بس اعمل سوشيال ميديا قويه علشان تقدر توصل لكميه كبيره جدا. حاول تسال وتقيم البيع بنفسك عن طريق مثلا ان انت تبدا تجيب مثلا عدد منتجات قليل، تبدا تسال صحابك تشوفهم هيشتروها ولا لا، طب لو هيشتروها ليه، وتفاصيل زي كده. فاحنا هنا بنشتري كميه صغيره للبيع. خلاص كده خلصنا وقدرنا شفنا المنتجات وشفنا الريفيوهات وعرفنا المنتجات بتاعتنا. وخليني اقول لكم ان موضوع الريفيوهات ده يعني انا ما كنتش بعمله قبل كده وكنت بخسر. يعني انا عجبني منتج كان حاجه كده بتنظف الاذن، عباره عن جهاز كده الكتروني، واشتغلت عليه وبتاع، بعد ما اشتغلت عليه طلع فكسان وطلع بايظ وجهاز كده بيتهز وخلاص، ورجعت طبعا كل المنتجات بتاعتي. يعني قبل خطوه زي دي لو انا بس كنت بصيت على الريفيوهات بتاعت الناس كنت هكتشف ان المنتج ده ملوش اي لازمه، وكنت يعني وفرت فلوس كتيره. فانا عايزك دايما تبص على فكره الريفيوهات وتبني النتيجه بتاعتك بناء على قرارات واضحه وصحيحه. بعد كده هنا عندنا الحصول على المنتج. تجيب المنتج ازاي؟ وهل تجيبه اونلاين ولا اوفلاين؟ اونلاين عندك جروبات الجمله بتبقى موجوده على الفيسبوك او موجوده على التليجرام، او عندك مواقع زي علي اكسبريس. بعد كده هنا عندنا الاسواق المحليه زي حاره اليهود وزي مثلا العتبه وزي الموسكي والاماكن دي كلها، وهتلاقوا في فايل موجود على الشانل بتاعتنا على التليجرام او الشانل بتاعتنا على الفيسبوك او حتى على الانستجرام، هتلاقوا موجود فيها كل الاماكن اللي تقدر تشتري منها اي حاجه. فمثلا الاماكن بتاعت الالعاب الجمله بتاعتها فين، الاماكن بتاعت الهدوم الاماكن بتاعتها فين، الاماكن بتاعت القماش، وهكذا. عندنا بقى شويه نصايح لازم نكون عارفينها بشكل اساسي. اول حاجه انت محتاج تدور على اقل سعر واعلى جوده. طبعا تحاول تعادل من المعادله دي، يعني تحاول توصل لان السعر بتاعك اللي انت هتدفعه يكون مناسب للجوده، والسعر كمان لما هتضيف الهامش الربح بتاعك زائد المصاريف اللي انت صرفتها يوصل للمنتج بافضل سعر وبافضل جوده. تاني حاجه انت محتاج تفهم مصطلحات السوق بشكل كويس جدا، تبقى عارف مثلا السوق المحلي ده والله ما بيتكلم مثلا في الملابس بيتكلموا عن التوب، بيتكلموا عن مثلا في الرخام ايه انواع الرخام. المهم الحاجات اللي زي كده انت هتشتغل فيها لازم تبقى عارف المصطلحات بتاعتها كويس جدا. بعد كده لازم تعمل جدول للمنتجات والاسعار اللي انت هتشتغل عليها عشان تبدا تقرر ايه اللي تقدر تشتغل عليه ولا لا. ما تنساش فكره ان احنا بنتابع المواسم بتاعتنا، وما تنساش كمان موضوع ان احنا بنسال ونشوف الريفيوهات قبل ما نشتري. بعد كده هنا عندنا حاجه مهمه جدا وهي سعر حسب السوق. سعر حسب السوق دي كنا اتكلمنا عنها في موضوع التسعير، ولكن عايز اتكلم عنه تاني كشكل سريع. سعر حسب السوق دي لو افترضنا مثلا ان السعر بيساوي تكلفه المنتج زائد تكلفه خدمات، ده سعر السوق. يعني ده اي حد يقدر يبيع كده، والشطاره عاده بتكون في ان انت تبيع بسعر اقل. فمثال مثلا منتج ب 100 وبعدين انا عملت عليه تكلفه خدمات 50 اللي هي مثلا شحن وتغليف وحاجات زي كده، وبعدين وضفت هامش ربح 50، اذا يبقى انا المنتج بتاعي هيتباع ب 200 جنيه. ده كده نقدر نسميه سعر حسب السوق. معادله بسيطه جدا ان السعر بيساوي تكلفه المنتج زائد تكلفه الخدمات. عندنا حاجه تانية بقى سعر حسب القيمه اللي بتقدمها. السعر حسب القيمه دي اتكلمنا عنها في محاضره كامله، ولكن هتكلم عنها تاني. انت مثلا عندك منتج ب 100 وعليه تكلفه حاجات 50 وهامش الربح بتاعك 300 او هامش الربح بتاعك 150، كده يبقى المجموع بتاعنا كام؟ المجموع بتاعنا للبيع 300. ايه اللي هيخلي العميل يشتري منك انت ب 300 وما يروحش يشتري نفس المنتج عند شخص ب 200؟ اهم الحاجات اللي بتاثر في الموضوع، واحد القصه حوالين المنتج، ان الناس تبقى فيه قصه حوالين المنتج اللي انت بتبيعه، حوالين البراند بتاعك، قصه الستوري حوالين اللي انت بتتكلم عنه. ولو دخلت عند الانستجرام هتلاقوني فيه فيديوهات كتيره جدا بتتكلم عن موضوع الستوري والقصه والتفاصيل اللي زي كده. والحاجه الثانيه هي الثقه، ان الناس تبقى واثقه فيك وفي معاملتك. انا شخصيا كده ممكن اروح اشتري حاجه من حد عارف ان هي غاليه وعارف ان انا ممكن الاقيها ارخص، ولكن انا واثق في ده ان انا لو لقيت مشكله المشكله هتتحل، في حين ان التانيين الارخص لو لقيت مشكله وانا برجع لا هيبقى فيه مماطله، فيه اسلوب مش كويس، ممكن ابقى حاسس ان انا رايح اتخانق. فالقصه والثقه دول اكتر حاجتين بيخلوا في قيمه تتباع، وهتلاقوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ده في السيشن اللي احنا اتكلمنا عنها في الفترات اللي فاتت. احنا كده خلصنا. اتمنى ان انتوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على الكورس ده علشان يعني نكمله بالسلامه ان شاء الله. وشكرا ليكم ان انتم متابعين معانا، وما تنسوش تخشوا على الانستجرام عشان هتلاقوا فيديوز كتيره جدا مفصله بنتكلم فيها عن الكورس ده، واشوفكم بخير باذن الله.